أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى. برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. ممكن تسمعوا برنامجنا كبودكاست وهتلاقوا الرابط في وصف الفيديو ده. واحنا كمان بننشر حلقاتنا كفيديوهات هنا على يوتيوب. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. رضوى، أكيد سمعتي عن كمية الناس اللي عمال يجي لها حالات أعراض تنفسية، يعني زي الدور برد وأعراض شبه أعراض الكوفيد. فعلا في ناس كتيرة قوي الفترة دي في محيط عيلتي وأصدقائي. سامعة إن هم عندهم دور برد، بقى عندهم رشح، احتقان في الزور، كحة، سعال، درجة حرارة عالية. إيه اللي بيسبب الحاجات دي كلها؟ اه، في ناس كتير بتسأل السؤال ده وهي مش عارفة هل مثلا السبب هو الكوفيد. يعني في ناس عملت مساحات وهي لا، يعني هي سلبي، يعني ما عندهاش كورونا ولا حاجة. فهو ممكن أكتر من فيروس يسبب الأعراض دي. يعني ممكن يكون فيروس نفسه، فيروس الكورونا يعمل كده، ممكن فيروس الإنفلونزا يعمل كده. في فيروس اسمه فيروس التنفسي المخلوي اللي هو ال RSV أو Respiratory Syncytial Virus بالإنجليزي. وكمان الفيروس بتاع دور البرد العادي ممكن يعمل الأعراض دي. يعني الأعراض بتبقى متشابهة قوي، فساعات بيبقى صعب الناس تعرف إيه هو الفيروس بالظبط اللي عمل كده. بس هي كلها أعراض تنفسية زي ما انت حكيتي كده بالظبط. طب وهي الفترة اللي فاتت الأعداد فعلا زادت بتاعت الناس المصابة؟ أيوه بالظبط. الفكرة إن معظم الفيروسات دي زي مثلا الإنفلونزا وفيروس التنفسي المخلوي عادة بتكون الأعداد يعني بتزيد قوي في الشتاء. بس مش بدري قوي كده، مش في نوفمبر وديسمبر يعني. بس السنة دي أعداد كتير قوي زادت بدري عن الوقت الطبيعي بتاعها. ومش بس كده، في أعداد كمان إن الأطفال بتدخل المستشفيات كتير بسبب الفيروسات دي، زي مثلا فيروس ال RSV أو التنفس المخلوي ده. في أطفال كتير احتاجت عناية مركزة. يا خبر. طب وإيه الحل طيب لما حد يحس لو يعرف إن هو مصاب؟ هو الفكرة إن يعني إن هي علاج الأعراض، يعني زي مثلا الحمى أو الحرارة الشديدة أو الألم اللي في الجسم، ده ممكن يتعالج بالأدوية اللي هي زي الباراسيتامول أو الحاجات اللي هي ممكن تتجاب يعني من الصيدلية بدون روشتة. بس طبعا بالنسبة للأطفال المفروض إنه أهلهم يتكلموا مع الطبيب، عشان مثلا الأطفال ما ينفعش خالص ياخدوا أسبرين مثلا. وبالنسبة إن هم ياخدوا أدوية للأعراض دي، محتاجين يعني يتكلموا مع الطبيب عشان يستشيروه قبل ما ياخدوا أدوية زي دي. المفروض إن الناس لو هي تعبانة إنها تفضل في البيت ما تخرجش وتقابل ناس وتعزيها، عشان ده بيزود الأعداد. وممكن يسبب، يعني ممكن حد يكون مناعته ضعيفة، أو الأطفال الصغيرين أو الناس الكبار في السن يتأثروا أكتر. فالمفروض الناس تقعد في البيت وإنها ترتاح بقى وتشرب يعني سوائل كتير. طب وسوائل كتير إيه فايدتها؟ هو سوائل كتير بتبقى مهمة مثلا في حالات الناس اللي هي بيجيلها ال RSV أو فيروس التنفسي المخلوي. ساعات بيحصل جفاف للجسم، والجسم يعني بيفقد سوائل كتير. ف- فمهم شرب السوائل، وكمان ممكن دي بيساعد إن يقلل الحرارة كمان. اي سي. طب الكلام ده حلو قوي. لو حد خلاص جاله الفيروس، انا او اي حد ازاي ممكن نحصن نفسنا ونمنع نفسنا ان احنا نتصاب من الاساس؟ بالظبط، سؤال مهم جدا. هي الفكره ان احنا يعني الفيروسات اللي انا اتكلمت عنها دي، احنا عندنا تطعيم ضد حاجتين: تطعيم ضد الكورونا وتطعيم ضد الانفلونزا. فالمفروض انه اللي ما اتطعمش يروح يتطعم. يعني بالنسبه للانفلونزا احنا عارفين الميعاد بتاعها بيبقى يعني تقريبا الناس بتبدا تتطعم في يعني في اكتوبر كده. بس احنا يعني مش متاخر ولا حاجه ان احنا لو حد ما اتطعمش في اكتوبر ان هو ياخد التطعيم. ممكن ياخده عادي في ديسمبر، ياخده في يناير، ياخده يعني بعد كده، لان هو يعني لو ما اتطعمتش روح الطعم، لأن هو برضو لسه هيحمي والجسم هيستفيد بيه. الحاجة التانية تطعيم الكورونا، يعني للأسف ناس كتير خدته في الأول بس لما كان في مطلوب شهادة أو كان في توعية كتير بالموضوع، أو كانت الناس خايفة قوي من الكورونا. دلوقتي ناس كتير شايفة إنها يعني إيه المشكلة وإن هي مش محتاجة تاخده. بس هو الصح إن إحنا ناخد يعني جرعة في آخر 4 ل6 شهور. فكل واحد يشوف كده عدى عليه قد إيه من آخر جرعة. فلو كان عدى أكتر من 6 شهور المفروض إن هو ياخد جرعة معززة أو جرعة منشطة. مم. لا، كلنا فعلا لازم نروح ناخد التطعيم دوت. شجعتيني بقى، هروح اخد جرعتي وارجع لك. خلاص يلا بينا. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.